حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل بانيه. معايا كوبايه دقيق ذره اللي انا بدلقها دي، وكوبايه دقيق ابيض زيرو عادي، وهنحط التوابل مع بعض. دي معلقه بابريكا، ودي معلقه كركم، ودي معلقه فلفل، ودي معلقه كزبره، ودي معلقه كاري، ودي معلقه شطه حمراء اللي عاوزها حراقه يعني، اللي مش عايز براحته، ودي معلقه ملح، وتقلبيهم مع بعض. دي توابل بتبقى كلها اي حاجه عندك موجوده في البيت حطيها. صدقيني الفيجيتار دوت اللي هو بيتباع بره، الكيلو منه دلوقتي بقى ب25 جنيه. من ساعات بتجيبي من عندي العلاف ربع كيلو او نص كيلو، انا بعمله في البيت. وتروحي جايباه بعد ما تقلبيه، تروحي جايبه بقى البانيه، وهقولك هنعمل ايه مع بعض. بصي حبيبتي، هتجيبي شويه دقيق ذره، عشان الدقيق يبقى اصفر كده ويخلي البانيه لونه ذهبي وحلو. ماشي، لما تكتري دقيق الذره بيبقى برضو لونه حلو، عشان يبقى فيجيتار مصفر كده ولونه حلو خالص، ويديكي قرمشه. ماشي حبيبتي، هنجيب البانيه دلوقتي ونعمله مع بعض. ادي البانيه اهو يا حبايبي. انا معلش سامحوني ان انا ما صورتش اللقطه دي، حطيتها في الدقه بتاعتها الخليط بتاعها اللي هو عباره عن فصين توم، بصلايه صغيره نعمتهم، جميع التوابل اللي احنا حطيناه في الفيجيتار تحطيها مع كوبايه زبادي او ربع كوبايه لبن، وتكسري عليهم بيضه وبتحطيها في التلاجة. دلوقتي انا جبت بيضتين بكسرهم اهو، وتحط عليهم شويه فلفل اسمر. ماشي حبيبتي، وتقلبيهم مع بعض اهو. بعد كده اهو هتجيبي واحدة بانيه، واحدة واحدة. بعد الخليط ده ما تقعديه يجي حوالي ساعتين او 4 ساعات في التلاجة. ماشي حبيبتي، تروحي ماسكة البانيه تحطيه في البيض، وبعد ما تحطيه في البيض حطيه في البقسماط اهو، واحدة واحدة. بص حبايبي اهو، بعد ما تعمليها في البقسماط تحطيها في البيض. ماشي اهو كده عملناه في البقسماط، بعدها البيض، بعد البيض ترجعها تاني البقسماط عشان تعملي لها اللي هو الكفر ده. ماشي، بعدها ما تخافيش الطبقه بتاعتها هتبقى عاليه وتبقى جميله خالص، لان البيض هيعليها. ماشي حبايبي اهو، اعمل لكم واحده تاني عشان تشوفوها اهو. بصوا البيض وبعد كده البقسماط، وترجعي في البيض تاني، الطبقه بتاعتها هتبقى عاليه وجميله قوي بامانه اهو يا حبايبي. انا بوريكم خطوه خطوه بالامانه عشان مفيش حاجه تتوه منكم. شايفين اهو، احنا دلوقتي حاطين زيت على النار. ماشي، يعني كل حاجه من دولت تحطيها مرتين. ماشي، احنا حاطين دلوقتي الزيت على النار بيسخن، وهنحمر مع بعض اهو يا حبايبي. انا حاطه الطاسه اهي، ماشي، الزيت بتاعها نضيف. وهجيب البانيه بعد ما الزيت سخن اهو. بصوا اهو، شايفينه اتقدح جامد كمان اهو. لازم يكون الزيت سخن عشان تحطيه يتحمر على طول. بصوا اهو يا حبايبي، انا هطلع معاكم الرصه دي، وبعد كده الباقي هعمله مع نفسي. شايفينه اهو، وتجهزي بص المساكه وتحطي المناديل المطبخ. ادينا بعد ما طلعناه اهو، قطعتي جنبه طماطم، وعملت جنبه بطاطس محمره. البطاطس المحمره دي حمرتها في الزيت بتاع البانيه،
يعلم الله طعمها جميل، واخد من ريحه التتبيله وريحه البانيه. بصوا بصوا البانيه اهو جميل خالص اهو. اي حاجه عندك بقى زوقي بيها، حطيها جنب البانيه، جميل جميل جميل. عايزه تعملي جنبه مكرونه ماشي، تعملي جنبه اي حاجه اسباجيتي ماشي اللي يعجبك، يعني سواء مكرونه محمره او مكرونه اسباجيتي. البطاطس بيها دي انا عايزاكي تعمليها، البطاطس دي بعد البانيه بتبقى حكايه. ماشي حبايبي، كل اقوله لكم بالف هنا وشفا ليكم ولينا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد.